عايزين نشكل مع بعض، مش عايزين نتخانق مع بعض يا جماعه، ماشي؟ احنا كده كبار وعاقلين وكده يعني، تمام. البطانيه البابلز دي، انا انا بتحس ان هينطوا من التليفون كده يجي يشكلوا معايا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحه. النهارده بقى فيديو الدفايات. امبارح كنا عملنا معاكم الفرنشات والفرو، وان شاء الله هنجيب كميه فرو تاني باذن الله طالما ان هي عجبتكم كده. تمام. النهارده بقى معانا شويه دفايات كده. بصوا يا جماعه بالله عليكم، بعد الفيديو على طول ساعه ما الفيديو ينزل ايه يعجبها حاجه هاتها لي سكرين وصورها لي على الواتس، لان الناس ما بتلحقش وبتزعل مني وبتبقى الحاجه اصلا محدوده، يعني انا مش بايديا والله. بصوا بقى الدفايتين دول زي اللي احنا كنا جايبينهم الدور اللي فات. دي يا جماعه دفايات مقاساتها كبيره ما شاء الله. بصوا مقاس كبير اهي، عشان نجيب سكرين اهي. مقاساتها ما شاء الله كبيره جدا. تمام. هقول تاني، انا كل مره في الفيديوهات بقعد اقول اسعار الحاجه، وبرده بتخشوا لي على الواتس بتسالوني عن اسعار الحاجه. كيلو الدفايات ب 200 جنيه لحد دلوقتي، ولسه ب 200 جنيه. يعني ربنا يستر، لما بيحصل غلا والله بيحصل من المصانع نفسها مش مننا. دي الدفايه التانيه اهي. الكيلو الدفايات ب 200 جنيه. تمام. الدفايه من دي خفيفه، يعني دي مش هتعمل 200 جنيه، دي خفيفه، دي اقل من كيلو بحاجات بسيطه. الخداديات بقى، الناس اللي قالتني على الخداديات اهي يا جماعه. دي خداديات جاهزه اهي، هي اصلا جايه متخيطه جاهزه. انا جبت برضو كميه بسيطه، قلت لو عجبتكم يبقى ايه اجيب منها تاني ان شاء الله. اهي بصوا كده هي بتبقى شكلها كده اهي. جبت كذا لون، دول كده الوان ايه، وده بامبي اهو. تمام. وقفه كده يا ياسمين. اهي يا جماعه الخداديات اهي. والناس يا بصوا يا بنات، بيبقى في الحاجات دي زي ما انتم عارفين بالكيلو، يعني لما بتبقى جايه مش مغلفه، يعني معرضه ان هي بتبقى مرميه على الارض، معرضه ان هم بيشيلوها مثلا بتتوسخ شويه. يعني ايه، لان في بنات جماعه يكلموني يا ام يارا الحاجه كذا، يا ام يارا انتوا يا جماعه ده قماش بالكيلو، ده مش جاي مثلا من توب ولا كلام من ده، ومش معنى كده انه مقطع او بايظ، لا هو حلو وسليم. ده جاي من المصانع دي لسه هتغلفه، بس بيبقى مرمي على الارض، فمعرض انه يبقى متوسخ او كده يعني. فاهمين؟ ده اللون التاني اهو. الخداديه من دي ب50 جنيه يا جماعه. الخداديه من دي ب50 اهي. هتاخدوا خداديتين قصاد بعض، الاتنين كده ب100. طبعا الخداديات دي الالوان بقى ممكن توفقي مع اي لون دفايه احنا يعني بنبيعها. هتاخدي الدفايه وتوفقي عليها الخداديات. لو عجبتكم نجيب منها كميه ان شاء الله. لو عجبتكم هتقولوا لي مثلا يا ام يارا انا عايزه الدفايه كذا، ووفقي لي عليها الخداديات بتاعتها، او موفقاها لك اهي. تمام. ادي كده الايه الخداديات خلصنا منها. ومشيتها جميله والله. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى دي دفايات اهي. بصوا دي يتقال عليها نص بطانيه، بس هي دفايه بسم الله ما شاء الله تحفه. دي من الجنبين اهيتي، واصلا يعني خامتها وبرتها عاليه تخينه ما شاء الله، وتدفي يا جماعه. ده الوش اهو. مش عارفه افرد الحاجه حلوه اهي. بصوا كبيره، بصوا مقاسات كبيره اهي. بحاول افردها لكم عشان خاطر تجيب سكرين. تمام. بجد دي خامتها حلوه قوي. شوفوا بقى، انا لقيت النشا ديتي ما شاء الله حلوه جدا، الريشه دي عجبتني. الحفر ده بصوا يا حفر، قربي كده يا سمانه. شوف الحفر بتاعها عالي اصلا، شوف الحفر بتاعها باينه. بصوا. ومن الجنبين يا جماعه، الدفات دي كلها جنبين ظهر ووش اهي. مقاسات كبيره برضو اهي. تمام. انا جبت من الريشه ديت يعتبر يعني الوان كتير برضو من الجنبين. عجبتني قوي رسمه الريشه دي. يعني شوفي بقى لما تاخدي مثلا الدفايه دي وعليها خداديتين دول، توفقي عليها خداديتين، وان شاء الله خلي عم احمد برضو يجيب لنا الوان كتير من الخداديات دي باذن الله. دي مش محتاجه حاجه غير ان انت تتني، وحتى لو ما اتنسش دي ما بتنسلش اهي. الكيلو في الدفايات بكام؟ الكيلو ب 200 جنيه. الدفايات الكيلو منها ب 200 جنيه. دي اللي كانت الغزاله، كانت الناس عجبتها قوي اهي. دي خفيفه جدا، يعني دي مش هتجيب اصلا 3/4 كيلو. الريشه برضو على فكره انا ايه، يعني كنت محاوله ان انا اجيب كل دفايتين شبه بعض،
بس احنا بقى بنعبي فكله يتلخبط في بعضه اهي عشان ناخد سكرين. دي فيها خط خياطة بس من النص مش مقطعة، هي خط خياطة بس أهي. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. ده اللون بقى الخطير ده، شفتوا اللون ده تحفة بجد، تحفة اهي، جميلة جدا ان شاء الله. تنفع ما شاء الله دفايات للسرير الكبير، للسراير الصغيرة، ده حتة على بعضها كبيرة، بصوا ما شاء الله حتة كبيرة على بعضها ازاي اهي. بصوا قد ايه، استنى، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة وربع أو أربعة ونص، ما شاء الله حتة كبيرة على بعضها يعني. دي اللون الأخضر اللي احنا كده طلعنا الأخضر صح؟ اهي. دي التانية بتاعتها اهي، يبقوا اتنين مع بعض وكله فيه حفر، الدفات كلها فيها حفر. ودي اللون ده بتاع اللون ده عشان يبقوا اتنين برضو مع بعض. اللون ده عاجبني أوي ما شاء الله، حلو أوي جميل. وده اللون الأحمر برضو احنا طلعنا أخته دلوقتي اهي. عايزة تاخدي المفرش الأحمر بتاعي دي أصغر من التانية شوية، تاخدي التالت تعملي مفرش ودوت تعملي منه خداديات ومخدة مثلا، يعني دي هتنفع مثلا اهي مخدة مثلا تاخد منها ايه قولي 90 سنتي اهي، تظبطيها كده لأن بيبقى ايه فيها حتت موربة برضو، حاولي تظبطيها لأن فيها حتة مواربة اهي. بصوا هتظبطيها وتعملي خدادية أو اتنين كمان منها. كان في ناس قالوا لي يا رب البسي ماسك لأن فيها الببر دي بتتعبني، تحسي ان وشك بياكلك أصلا اهي. دي واحدة كمان اهي، دي كبيرة ما شاء الله. كل الحاجات دي يا جماعة وش وظهر، والله خامتها تحفة تحفة. دي واحدة كمان حمرا اهي، اللي هتجيب لي سكرين على طول بعد الفيديو بالحاجة اللي هي عايزاها. دي مخدة وده دي. هنشوف الشكارة التانية دي. انا مش عايزة يا جماعة اللي ما بيلحقش معايا ما يزعلش مني، والله بيبقى غصب عني، انا ببقى جايبة اشوفه كمية قد ايه وما بتكفيش حد، يعني انا ببقى جايبة ساعات بالتلات شكاير وما ما شاء الله ما بيكفيش حد. شوفوا دي اطفال خلاص اهي، بصوا مرسوم اصلا عليها اهي، يعني هي كده كده اطفال ومقاسها كبير جدا، يعني شوفوا مقاسها قد ايه ما شاء الله كبير. التانية بتاعتها اهي نفس الرسمة برضو اهي تمام. شفتوا دي بقى، دي اللي فيها الرسمة الاسلامي دي، انا ما جبتهاش خالص بصراحة وكان نفسي فيها من زمان قوي، نفسي ان انا اجيبها. بصوا الدفاية دي اهي اللي فيها الرسم الاسلامي ده، من على القنار هنا ومن على القنار هنا ومن النص اهي يا جماعة تمام. انا جايبة كل اتنين شبه بعض، ده لون البني بتاعها، انا اصلا ملقتش هناك غير هما لونين اتنين بس، اللون اللي هو العسلي ده واللون البني ده اهي. بصوا اهي ما شاء الله مقاسها كبير وجميل. هيطلعوا دلوقتي التانيين والشكل ده بقى ما شاء الله. استنى افرد لكم والشكل ده تحفه بجد حلوه قوي. حاولي تبين الاشكال يا ياسمين عشان اللي ياخد سكرين يبقى برضو شكل تاني اهو. بجد عم احمد يعني الله يبارك لك يا عم احمد، انت كل مره بتبهرني. ايوه الشكل ده جميل، والخامات كلها عجباني بصراحه، الخامات كلها حلوه قوي، خامه تقيله وجميله. ده اللي هي البنيه اختي دي، انا جايبه اصلا كذا واحده بنيه اهي. دي سرير كبير على طول، سرير صغير هتاخدي اتنين مع بعض تعملهم سرير صغير، هتاخدي اتنين تعملي واحده سرير المفرش مثلا السرير كبير والتانية تعملي منها خداديات ومخدات، يعني براحتك بقى. دي برضو واحده بنيه اهي، ودي برضو بنيه اهي،
احنا بالتالي الفيديو طول. احنا بقالنا قد ايه؟ كام؟ تلت ساعة. اللهم صل على النبي. دي برضه واحدة اهي. دي شكلها برضه اهي نفس اللون. دي بقى بصوا مش عايزين نشكل مع بعض، مش عايزين نتخانق مع بعض يا جماعة، ماشي؟ احنا كده كبار وعاقلين وكده يعني، تمام؟ البطانية البابلز دي انا الناس انا بتحس ان هينطوا من التليفون كده يجي يشكلوا معايا عشان عايزينها. بصوا محدش يطلبهم مني لان دول محجوزين من قبل ما يجوا اساسا، يعني اللي حاجزاهم من قبل ما انا اجيبهم اصلا، بس انا قلت اوريها لكم وان شاء الله. انا قلت لعم احمد بص لو لقيت طن منها بعد كده هاتها. البطانية البابلز اهي، يعني اللهم بارك ومبروك على اللي هتاخدهم يا رب. هي حجزاهم من قبل ما نجيبهم اصلا، فمحدش يطلبهم مني، تمام؟ يا الواناتك يا الواناتك جمال قوي بصراحه اهي. دي كمان واحده اهي. دي طبعا تعملها يا اما سرير يا اما تعملي كفر للركن او للانتريه او ايا كان بقى. الله جميل جميل اهي. ربنا يا رب يبارك لصاحبتهم يا رب. بصوا ده كمان اللون التالت اهو، هما كذا لون. اللون البيج اهي. ايه محدش يطلبهم مني، تمام؟ هما محجوزين والله من قبل ما يجوا، هما محجوزين. وده كمان لون اهو، كبيره قوي دي ما شاء الله، كبيره جدا اهي. يعني دي يتاخد منها مخدديه وما شاء الله الباقي يبقى مفرش. الصلاه على النبي. اخر واحده بقى تقريبا بيج برضه او اوف وايت، نفس دي. اللهم بارك اللهم بارك. مبروك على اللي هتاخده ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعه النهارده. بصوا يا جماعه استنى عشان انا هبط. اللهم صل على النبي. الفرنشات قرب شويه عشان الصوت. الفرنشات يا بنات احنا بنجيبه بالكيلو. الفرنشات بتاع الدور اللي فات ما شاء الله خلصت، بنجيبها بالكيلو. هتطلبي كيلو، تطلبي عايزه بالمتر مثلا، المتر ب5 جنيه، الكيلو ب150. البي بتاع البطانيه برضو ب150، تمام؟ الكيلو يعني. النص بطانيه ب150. الدفايات بس هي الكيلو فيها ب200. ليه؟ لان الدفايات خفيفه ما بتوزنش، يعني الدفايات خفيفه قوي ما بتوزنش قد كده. يعني ممكن تلاقي دفايه كبيره على بعضها بكبرها عامله كيلو، يعني ب200 جنيه. مفيش حاجه كده ب200 جنيه اصلا دلوقتي. انت لو رحت جبت اقل دفايه تبقى معديه 300 جنيه، تمام؟ لان الناس بتتخض من كلمه 200 جنيه. اللي عايزه تحجز معايا او ما تشوف الجروب، هسيب الرقم بتاعي تحت الفيديو باذن الله في اول تعليق مثبت، واسيب رقم عم احمد. بس عم احمد ما بيشحنش قطاعي، اللي عايزه تشحن منه كميات يعني هتاخدي كميه زي كده مثلا، تمام؟ بالجمله. اللي عايزانا نشحن لها بقى كلميني على الواتس اللي هسيبه ان شاء الله بقى تحت الفيديو. اللهم صل على النبي. وقولي لي يا منيره دخليني الجروب لما تشوفي الجروب، عشان خاطر اي شغل بيجي بقوم قايله في الجروب تلحقي، يعني تلحقي تعرفي ان في شغل وكده. عايزه تحجزي الحجز بس اللي هتحجزي منه من الفيديو، تجيبي سكرين من الفيديو بالشكل اللي انت عايزاه وتجيبه لي على الخاص وانا هحجزه لك، اقول لك موجود ولا مش موجود. خلاص يا جماعه. والشحن يا بنات الناس بتستأخر الشحن، انا بشحن بالبريد. انا يعني انا مش عارفه اتواصل معايا شركه شحن، فبس قريب جدا ان شاء الله. كلمت النهارده ناس باذن الله ممكن ان هم يشحنوا بشركه شحن، لان في ناس مستصعبه او مستغليه البريد انا بحبه لسبب انه بيوصل لك الحاجه لحد البيت، انت ما بتنزليش. لكن شركه الشحن بتقف عند اقرب مركز من المحافظه وتقول لك تعالي معايا ليكي اوردر معايا، وممكن المندوب يقول لك هنا قدام ربع ساعه وهتحرك من هنا، فتلحقي ما تلحقيش. انا كده كده ببقى واخده فلوسي اصلا مقدما. طب اللي هياخد الحاجه ويمشي دوت الله اعلم هيجيبها لي تاني وابقى ابعتها لك تاني، ولا هيستناكي ولا ايه، الله اعلم. فوالله قلت لكم حريه الاختيار بقى. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم. حطوا لي كده لايك للفيديو. واسيبكم بالف سلامه.